اخي عبد الوهاب، انت بحري ياك؟ وانت هو اللي تصادف انك لقيتي الجثه ديال عبد الاله اللي كان غرق في البحر ديال العرايش. احكي لنا بالضبط التفاصيل ديال هاد الواقعه هادو، كيفاش انك جبرتي عبد الاله. اول ما تلقيت الخبر كان عبر مكالمه تليفونيه من الرئيس التعاونيه، قال لنا ودي واحد القارب ديال الصيد التقليدي راه هو خرج البارح باش ينصب الشباك ديالو وما رجعش للمرسى اللي هو تابع 3. قالنا في 6 الصباح نتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوا مجموعات وكل واحد يقلب في جهه، اللي يمشي في البر يمشي في البر، اللي يمشي في البحر يمشي في البحر. وداك الشيء اللي كان تلاقينا مع الاخوان ديالنا في الباب ديال المرسى، تقسمنا لثلاث مجموعات نمشيو في البر، نحدوا من المنطقه من المقاصه لجهه الساحل، ومجموعه من الساحل لهيه، ومجموعه مشات للشاطئ الغربي اللي من كان حنا كنقولوا مور الحبس مور السجن المدني للجهه ديال الكوديه اللي هي مقابله للغديره. والاخوان اللي بقاو مشاو في البحر، قلت له ودي انا الاخوان اللي هما ما دخلوش راه ما نصبوا الشبك ديالهم حدا الشبك ديالي، انا شفتهم ملي كانوا كيطلقوهم، انا نصب الشبك ديالي مع الريح الزاد هذه بالزلبه وجيت بحالي. قلت له نمشي نشوف ديك الشبك واش باقي في بلاصتو. في الساعه اللي خرجت كنقلب على الرشام ديال الشبك ديالو، ما لقيتش مشي، ما لقيت حتى شي اثار بحكم التيارات البحريه اللي كاينه، كلشي غرق. مشيت للشبك ديالي كنشوفها كاينه شي ليماره ولا شي رشام ولا شي بحال هكا، مابقاش كنوصل الشبك ديالي. هزيت الشبكه الاولى ما كاينه كلب، مشيت للشبكه الثانيه اللي هي كانت محاذيه لهم، بقيت كنهوز في الوسط ديال الشبكه كنحس بالثقال ديال الشبك. قلت هذا شي شبكه محطوطه فوق الشبكه ديالي، حيت كتوقع لنا اصطدام بعضياتنا مع المره مع بعضياتنا بفعل التيارات البحريه. كنهوز الشبكه كنهوز حتى كنصادف الجثه طلعت لي لوجه الماء في الشبكه ديالهم فوق الشبكه ديالي، والثقال والضحيه كانت تما فوق الشبكه ديالهم. انا تصدمت، جاتني صدمه قويه، لان حنا كان باقي عندنا واحد البسيط الامل بان الاخوان باقيين بالروح، باقيين على قيد الحياه. يقدروا يكونوا فيما خرجوا في شي بلايا، في شي كوسطار، في جهه زايله، جهه هيدا، باقي عندنا واحد البسيط الامل يكونوا باقيين بالروح. ملي شفت الاخ في الشبكه وميت تصدمت، وكانت الصدمه قويه، ما عرفتش هي راسي، بقيت كنغوص بالله القدر. اول حاجه ما درت هي انني نتشل ديك الجثه من الشبكه اللي كانت شبه هاريه. كنتي بوحدك ولا شبه؟ انا والاخوان ديالي البحر اللي معايا. نتشل ديك الجثه اللي كانت شبه هاريه وسترناها ولبسنا الحويجات وهذه باش ما يبقاش مسكين هكا مفضوح، وحطيناه وغطيناه. المهم تعاملنا مع جثه على كيما يجب المعامله بها. هذه تقريبا شي ساعه اخي؟ تقريبا 9:45 10 غرس ماي، 45 10 غرس ماي الصباح. ملي انتشلت الجثه وحطيتها ودينا المسائل ديالنا، قلت الاخوان ديالي عطيوني نشرب، رانا ما قادرش نهضر. مكلوا لي القرافه الماء، شربت شويه، رديت النفس، جبت التليفون ديالي نتصل برئيس التعاونيه باش نخبرو. اول ما رد عليا كان باش نهضر ما قادرش نهضر، كنقول له اخي عبد السلام، يعني النفس ما كايناش الا طلع لي، كيقول لي هضر، انا كنسمعك هضر، ولكن هذيك القوه باش نقول له انا لقيت الجثه ديال عبد الاله الجلده في الشبكه ما قادرش، كيقول لي غير هضر انا كنسمعك. فخرجت ديك الكلمات وفضتهم مر بالدراع، كما كنقولوا الدرجه بالدراع باش خرجتهم. قال لي دابا المهم اللي عطا الله هو هذا، باش ما نديروش شي ضجه هنايا، لان العائله البحاره هما هنايا والاخوان ديالهم هنايا، والنضال مشكل كبير هنايا في الصداع. دابا تبقى تما، انا غنجيو الاخوان ديال الصيد التقليدي في خلال 5 دقائق نكونوا معاك، بحكم ان واحد الزورق ديال بوليستر كيسريع شويه. قال لي في 5 ولا 10 دقائق نكونوا معاك دابا. وفعلا اول جا الاخ محمد حجاجبه والاخ عبد السلام رئيس التعاونيه والاخ رضوان غانو والاخ السي محمد اللي هو كان الشريك ديالو في الفلوكه وواحد البحار معاهم، التحقوا بيا حتى البحر. جاو عندي عطيتهم البوزيسيون ديال الوصافي هنايا، جاوني شال عندي، مكلت لهم الجثه وعطيتها لهم، وكيبقى ديك الساعه الدور ديال الاخوان هما تكلفوا بالجثه. نعم، هادشي اللي عطا الله. وملي دخلتوها صافي انت بقيتي تما واقيلا
وسلمنا للاخوان نعم. اللي هو محمد حجاج. خاي محمد، كملنا على هذه المرحله هذه الثانيه ملي تسلمتوا الجثه من عند عبد الوهاب. شنو كان ديك الساعات؟ ملي شبرنا الجثه صافي عملنا نيشان البر باش ندخلوا. اتصلنا بالناس اللي في البر باش تحضر الاسعاف. حنا كننتظروا، حنا ديك الساعات كنا غندخلوا يعني الدار في واحد 15 دقائق. بقينا كنتسناو اسعاف، دابا تجي عاوتاني دابا ساعه كنتصلوا اخوان واش وصلت، كيقول لك باقي. الظرف ديال نص ساعه الفوق وهي باقا ما جاتش. ملي قال لك صافي هي جات، حنا شبرنا. المهم قال لك باقا ما جاتش، حنا قدام فارونا واللانشا ديال الجدرميه خارجه. جاو عندنا تلاقاوكم. قال لك ممكن تسلموا لنا الجثه. يعني كان ديك الساعات وصلوا الخبر بانه راه نتوما هزيتوا معكم الجثه الجدرميه. علمتوها. حيت حنا اصلا ملي تعلمنا اول وحدين علمناهم هما الضرائب. علمناهم. المهم حنا ملي تلاقيناهم قدام فارونا قال لك سلموا لي الجثه. راه رئيس الثانويه راه كيعرف شبار، قال لهم بسم الله ممكن لهم الجثه. ديك الساعات بقينا كنتسناو الاسعاف عاوتاني تيقول لك هي حضرت. ديك الساعات واحد قسمين ولا 4 ساعات. ديك الساعات قال لك جات. ديك الساعات دخلت اللانشا ومشات ونزلت الغارق الله يرحمه برحمه الله في الجهه ديال المرسى الجديده. تقريبا شنو ساعه كان ديك الساعه الوقت التوقيت؟ 11 هذا تقريبا ديك 11 وربع 11 ونص. هذا هو الوقت. اذا هذا الشيء اللي التفاصيل ديال هذه هي التفاصيل الحقيقيه اللي كاينه. اذا واخا، شكرا، بارك الله فيك.